بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تعالوا نشوف احنا عملنا العظمة دي ازاي. حاجة سهلة وبسيطة خالص من دقيق ومية بس. تعالوا نشوفوها. حاجة طرية، سندوتشات الصبح كده تنجز معاكي في الوقت، تعمليها في مسافة 10 دقايق تكوني محضرة عيشك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا احنا صاحيين النهارده للفطار، عايزين اي لقمة عيش طرية كده. عيش الطابونة برضو في الفترة دي بيجي ناشف كده، بس ربنا يديمه نعمة برضو علينا يا رب، ويرفع عننا الوباء يا رب والغلاء. ماشي، هنعمل هنا عيش سهل كده سريع، طبعا من غير عجن ولا فرن. عايزين حاجه سريعه كده للفطار، طبعا احنا جايين من النوم ولا عايزين فرهضه ولا عايزين حاجه تتعبنا. فهنعمل النهارده ان شاء الله العيش في الخلاط. معايا هنا كوبايتين ميه. بسم الله. طبعا نفس الكوبايه اللي هتعايري بيها الكل. ومعايا هنا كوبايتين دقيق. بسم الله. نحاول بس ننزل الدقيق تحت كده عشان الخلاط بتاعنا يمشي. لو انت حاسه ان الخلاط معاكي مش هيجيب، اعمليه على مرتين. حطي كوبايه ميه وكوبايه دقيق، وبعد كده اضربي كوبايه ميه وكوبايه دقيق تاني. ومعايا معلقه لبن بودره بس، وده اختياري. عايزه تحطيها حطيها، مش عايزه خلاص. طبعا هي بتدي طعم وريحه للمعجنات. 4 معالق زيت. 1 2 3 4. هنبدأ، بس طبعا لازم تكون طاسة معاكي تيفال او جرانيت عشان ما يلزقش فيه، ما ينفعش في طاسة تانية. هنحط معلقة زيت بس واحدة ونوزعها كده. بسم الله. حاجة بسيطة كده، ونبدأ ان احنا نفرد. طبعا مع التقليب المستمر، اول ما تاخد معاكي كده وتعرفي تقلبيها، اقلبيها على طول وعلى طول كده لحد ما الرغيف يستوي معاكي. بصي، اول ما خلاص ياخد كده ويسيب في الطاسه، تبداي تقلبي فيه على طول مستمر، كل دقيقه تقلبي فيه. حاجه كده تطلع معاكي شبه الرجاج الطري، لذيذه وهتقضي الغرض. طبعا لو ما عندكيش عيش سندوتشات طري، هتستخدمي لعيالك جبنه، لانشون، اي حاجه موجوده عندك في البيت ان شاء الله، حتى سندوتشات بطاطس. اول ما المعلقه الزبيتيولا كده تخش معاكي فيها، خلاص اقلبي. هي كده لسه لازقه. وتخلي النار معاكي مايله ان هي تكون عاليه مش واطيه. بسم الله. شوفوا طالع معاكي شكله ايه. حاجه طريه خالص. سندوتشات للعيال، بطاطس، طعميه، اي حاجه عندك سندوتشات موجوده في بيتك، وربنا يديم عليك النعمه يا رب.
حاجه كده سهله خالص وبسيطه ومكوناتها بسيطه خالص. وبألف هنا يا رب اللي شاف الفيديو، وألف هنا اللي هياكل.